للأسف المشهد تم الانحراف به منذ الأشهر الأولى التي تلت 14 من جانبي عن المقاصد والتطلعات الحقيقية للشعب. البعض للأسف منذ الأسابيع الأولى التي تلت يوم 14 جانبي بدأ يطرح بعض المسائل التي لم يطرحها الشعب اطلاقا. لم يطرحها الشعب بالنسبة الى المساواة في الارث، او بالنسبة الى طبيعة الدولة، بالنسبة الى الزواج المثلي. هناك تطرف ادى الى تطرف في المقابل، وكأنهم قسموا المجتمع الى نصفين اثنين، وكأن القضية اليوم بالنسبة الى هؤلاء تتعلق بالإسلام والكفر، في حين أنه لم يرفع أحد من الشباب التونسي لا في شهر ديسمبر ولا في شهر جانفي أي شعار يتعلق بهذه المسألة. بسرعة تحولت المطالب إلى مطالب تتعلق بمطالب النخبة، كأن البعض انتهز الفرصة وأراد أن يسوق نفسه على أنه وصي على اختيارات الشعب التونسي، فتم قسم المجتمع. وهذه بالفعل هذا الخطر الذي يتهدد لا النظام القادم ولكن يتهدد المجتمع. فكأنهم زرعوا بذور الفتنة، شطروا المجتمع إلى نصفين، نصف كافر ونصف مسلم أو له مرجعية إسلامية. هذه المسائل لم تطرح إطلاقا. الشعب التونسي شعب عربي، هذا شعب عربي أغلبه من المسلمين. لم تطرح إطلاقا هذه المسائل، وحين طرحت جاءت هذه الأوضاع التي نشهدها اليوم، وهي التي لا يمكن أن يتحقق في ظلها وثاق. بدون هذا الوثاق، بدون هذا الحد الأدنى، أعتقد أننا لا نسير في المسار الصحيح. من طرح للأسف هذه المسائل التي أشرت إليها منذ قليل هو الذي أدى إلى التطرف الديني. التطرف اللائكي هو الذي كان سببا في تغذية التطرف الديني. أستاذ قيس سعيد، فهمنا